السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله حلقة اليوم هتكون بعنوان أين المزمور 151. في الحقيقة أن المزمور 151 غير موجود في أي كتاب من كتب النصارى، لا يوجد له أصل في أي كتاب، ولو بحثنا في كل النسخ والترجمات لن نجد، لا موجود في فان دايك ولا عربية مشتركة ولا حياة ولا يسوعية حديثة ولا أخبار سارة ولا بوليسية ولا أي نسخة موجودة أبدا تحمل هذا المزمور اللي رقمه 151. ومع ذلك النصراني يؤمن بأن عدد المزامير 151 مزمور. والأمر المحير والعجيب جدا إن هو ما بيكتبش أبدا المزمور رقم 151 في كتابه. بصراحة لا أدري السبب أن النصراني يؤمن ب 151 مزمور ولا يكتب المزمور 151 ويكتفي فقط بعدد 150 مزمور في كتابه المدعى المقدس. نشوف مع بعض ونقرأ مع بعض هذا المزمور 151 لأنه غير موجود في أي نسخة من نسخ التراجم لدى النصارى. يقول المزمور 151: أنا صغيرا كنت في إخوتي وحدثا في بيت أبي، كنت راعي غنم أبي، يداي صنعتا الأرغن وأصابعي ألفت المزمار. هللويا. من هو الذي يخبر سيدي؟ هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون إليه. هو أرسل ملاكه وحملني وأخذني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته. هللويا. إخوتي حسان وهم أكبر مني، والرب لم يصر بهم. خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوثانه، ولكن أنا سللت سيفه الذي كان بيده وقطعت رأسه، ونزعت العار عن بني إسرائيل. هللويا. يبقى ده كان المزمور 151 الذي لن يجده أي نصراني في أي كتاب على وجه الأرض. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.